اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض صينيه اجنحه في الفرن، حلوه جدا وبسيطه. يعني حاجه كده تحب تقضي يوم من غير ما تكلفي نفسك، مفيش فراخ مفيش لحمه، تقدري انك تعملي الصينيه دي وتقضي معاكي وتكفي وتبقى زي الفل. تعالوا نمشي مع بعض خطوه بخطوه نعرف عملنا الصينيه بتاعتنا ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه انا جبت عندي الاجنحه اللي متوفره بالنسبه لي، يعني انا جمعت شويه اجنحه. كل ما يبقى عندي فراخ فجمعت الاجنحه بتاعتها. ممكن تجمعيها بالشكل ده او انك تشتريها جاهزه. طبعا غسلتها ونضفتها كويس جدا، والحته اللي هي بتبقى بالبوزه بتاعه الجناح دي بنشيلها عشان بيكون فيها الزفار. تعالوا نعمل لها بقى تتبيله حلوه كده. حطيت عندي ميه بصل، حطيت عندي كمان طماطم مبشورة او مية طماطم زي ما تحبي، حطيت عندي زبدية او معلقتين كبار من الزبادي، حطيت عندي فصين من الثوم، عندي كمان بشر ليمون او بشر برتقان حسب ما متوفر بالنسبة لك. برضو حطيت عندي معلقة كبيرة من المستردة، يعني نص معلقة كده كبيرة من صويا صوص، وعندي معلقة من دبس الرمان. كمان هحط عندي شوية من الكزبرة الخضراء، زيت، خل، والبهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، عندي زعتر، وعندي بابريكا، وعندي كركم، وعندي كمان 7 بهارات، وعندي كمان سماق او حسب المتوفر بالنسبه لك بالنسبه للبهارات واللي تحبي تحطيها. حطيت كل البهارات على بعضها وحطيتها على التتبيله. ونراعي ان احنا لما نحط الملح ما نكترش في الملح، لان كمان الصويا صوص بيبقى فيها ملح. نبدا نقلب بقى كده الجناحات كلها في التتبيله بتاعتنا، وهسيبها في التتبيله مثلا ساعتين 3 على حسب الوقت المتوفر بالنسبة لي. وكمان لو عاملاها قبلها بيوم تكون أحسن طبعا، وكل ما تشرب من التتبيلة يكون طعمها أحلى. جبت بقى عندي البايركس اللي هدخله الفرن، جبت عندي بصلاية مبشورة، كمان هحط عندي طماطم متقطعة شرايح، كمان عندي جزر مبشور، هحط عندي فلفل ألوان، وده ممكن تستغني عنه تماما لو مش متوفر، ممكن تحطي فلفل رومي بس. حطيت كمان كده قرن شطه حامي برضو، ده تقدري تستغني عنه لو مش عايزاه يكون حامي. حطيت شويه من الخضره، كمان هحط ملح، هحط كمان فلفل اسود. طبعا انا ببهر وبتبل الخضار اللي احنا كمان حطيناه، يعني احنا متبلين الجناحات، كمان لازم نتبل برضو الخضار اللي احنا حاطينه. حطيت عندي بابريكا، حطيت عندي كمان 7 بهارات. نقلب بقى كل التتبيلة دي كلها برضو او البهارات دي كلها مع الخضار. هنحط مكعب من المرقة، ونبدأ ان احنا نقلب كله مع بعضه. هنزل بقى بالجناحات، وبنزل بالجناحات دي كلها بالتتبيلة بتاعتها، لان طبعا التتبيلة بتاعتها دي هي اللي مبهرالي الجناحات. هقلب كله مع بعضه. تقدري تعملي نفس الخطوات دي بالظبط او نفس الوصفه دي مع دبابيس فراخ، مع صدور فراخ، مع بانيه، زي ما انت تحبي. يعني تقدري تغيري في الاجنحه وتحطي اي حاجه تانية تحبيها. هحط عندي بقى عصير الطماطم. طبعا عصير الطماطم انا مخففاه بميه، فبالتالي مش هحط ميه بقى. هحط عندي زيت على الوش، وتقدري تحطي زبده برضو على الوش بدل الزيت. بعد كده هحط عندي ورق الزبده، وبعدين هحط عندي الفويل. ودايما بقول ورق الزبدة مهم جدا انه يتحط الاول قبل الفويل، علشان الفويل مع الحرارة بيبقى مضر، يعني ما يبقاش ملاصق بالاكل على طول. هدخله الفرن، نقفل كده عليه، وهنظبط التايمر بتاعنا لمدة ساعة.
هتقولي لي ساعة ده جناحات؟ طبعا برضو لانها كمية. تعالوا بقى نعمل شوية رز. جبت عندي حلة على النار، حطيت فيها مكعبين من الزبدة، كمان هحط عندي مكعب من المرقة، هحط شوية ملح، كمان عندي فلفل اسود، وهحط عندي الرز، كوبايتين من الرز، حسب الرز بقى اللي انت عايزاه، رز بسمتي او رز مصري زي ما انت تحبي، ولكن بتختلف في كميه الميه. يعني لو رز مصري بتحطي كوبايتين الرز المصري قدامهم كوبايتين ميه، لو رز بسمتي بتحطي 4 كوبايات من الميه. حطيت الميه، والميه طبعا تكون سخنه، وبعدين غطيت عليه وهسيبه لحد ما يتشرب الميه تماما، ونديله كده تقليبه بعد كده، ونوطي النار عليه وما نجيش ناحيته خالص لحد ما يستوي خالص. خلاص هو كده يعتبر استوى بالشكل دوت. شايفين مفلفل معانا، مش معجن ولا اي حاجه، لان احنا مش كل شويه بنقلب فيه، كتر التقليب ده بيكسر الرز وبيعجن كمان الرز معاكي. تعالوا نطلع بقى صينيه الجناحات كده من الفرن. طبعا بعد ما خلاص استوت هحطها تحت الشوايه بس 5 دقايق تاخد لون. ادي شكلها اهو بعد ما طلعناها. عملنا الرز البسمتي ابيض عادي جدا، وكمان عملنا كمان صينيه الجناحات. وصفه سهله جدا، ما اخدتش مننا وقت وكانت جاهزه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رايك ايه، ولو ليك اي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.